السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جاي ليكم بفيديو خطير يا جماعة، خطير. وصفة النهاردة بجد تحفة من الجمال. البامية الويكة، كل الصعايدة يجمعوا والفلاحين معانا برضو، واللي بيحبها برضو يجمع معانا، تمام. واللي ما بيحبهاش يشوف الفيديو ده هيحبها. خلاص، بصوا البامية الويكة بقى النهاردة عملتها بطريقة تحفة تحفة تحفة، هتعجبكم جدا جدا. اتفرجوا على الفيديو لحد الآخر، ولو عجبكم يا ريت لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. معانا نص كيلو بامية زي ما انتم شايفين، من البامية اللي احنا مفرزينها. هناخده نقطعها بالشكل ده، قطعها بالشكل ده قطع صغيرة لحد ما كده هنخلصها وارجع لكم تاني. كده قطعناها كلها. هنروح بقى نجيب راس توم ونهرسها. بعد ما قطعنا البامية بالطريقة دي هنجيب راس توم ونهرسها. الفيديو زي ما قلت لكم في البداية خطير، ومحدش عمل الطريقة دي قبل كده، فلو جربتوها اللي بيحبها واللي ما بيحبهاش هيعشقها البامية بعد الطريقة دي. خليكم بس معايا للآخر وشوفوا التكات اللي هتتعمل في الفيديو ده. هناخد التوم ده وفي حلة كده هنروح نحطه ونحط فيه الدهن بتاع اللحمة، يعني هنحمر التوم في الدهن بتاع اللحمة. هنحط الدهن في اللحمة كده ونشوحه لحد ما يطلع السمنة بتاعته ونشتغل بيها. هتطلع خطيرة وطعمها خطير، والطريقة دي أول مرة أشوفها طلع معانا السمنة بتاعتها. هناخد التوم ونحطه ونحمره بسيط بس ما نحرقوش على الآخر، يدينا لون بسيط كده عشان ما يمررش معانا. بعد كده التكة دي اللي هنعملها طماطمايه كده مبشورة، وبنرمي القشرة بتاعتها ونحمرها نسبكها مع التوم. دي بتودي الويكة او البامية في حتة تانية، بتبقى خطيرة خطيرة خطيرة. يعني ممكن 2 يقوموا بالنص كيلو البامية اللي انا عامله ده. فياريت تجربوه وتقولوا لي اللي بيحبها واللي مش بيحبها هيعشقها البامية بالطريقة دي، لان طريقة جديدة. يعني احنا في الصعيد بنعملها، بس هنا في القاهرة والفلاحين ما بيعملوهاش. هي طماطمايه صغيرة كده بنبشرها وناخد اللحم بتاعها ونرمي القشرة بتاعتها ونسيبها لحد ما تتسبك زي ما انتوا شايفين معايا كده. كده هتتسبك معانا تمام. لازم تتسبك كويس، يعني ما بقاش فيها اي ميه موجوده معاكي، تسبكيها تسبيكه صح، مش تحطيها دقيقتين كده وخلاص، لا تسبك تسبيكه صح الطماطم عشان تديكي الطعم اللي انت عايزاه. بعد كده بنجيب التوابل بتاعتنا اللي هي توم بودر وبصل بودر ومرقه فراخ، مرقه لحمه وفلفل، وبنحطها معاها ونص معلقة سكر عشان الطماطم تعادل الحموضة بتاعة الطماطم، ونقلبها شوية كده. وبعد كده بنجيب البامية اللي احنا قطعناها او الويكة ونحطها معاها ونقلبهم لمدة دقيقتين كده.
ريحتها خطيرة، ريحتها قلب الشقة، في منتهى الجمال ومنتهى العظمة. اللي يشوفها كده يقول هي بالطماطم، إنما هي ويكا في معنى الكلمة. ويكا طعمها خطير 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 خطير، تحفة. أتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. كده بنحط لها كوباية شوربة لحمة، كوباية ونص كده، ونسيبها تغلي، وهنزودها تاني مية. كده ابتدت تغلي معانا، هنجيب المفراك بتاعنا، المفراك الصعيدي، ونبتدي نفركها كده. هتبقى معاكم يعني كل شوية نديها فركة كده شوية، هتديكم ويكة ناعمة في آخر حلاوة. شايفين الويكة بقت ازاي؟ في منتهى الحلاوة، وشكلها مغري، وشكلها وطعمها خرافة. شايفين بقت ازاي؟ دي البامية او الويكة الصعيدي. هنسيبها تغلي دقيقتين كده، وبعد كده نطفي عليها. البامية دي بقى تحلاش الا بالبدنجان المخلل. عندنا بدنجان المخلل، وطبعا تخليل البدنجان كلنا عارفينه. تاكليه مع الويكة او البامية دي يوديك في حتة تانية، في منتهى الحلاوة ومنتهى الطعامة. والسلام عليكم.